السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله الفيديو عن الغسالة، اللي ازاي بقى بنعمل لها التعقيم علشان تبقى ريحة الهدوم تبقى ريحتها حلوة، وكمان نحافظ على الغسالة عشان ما تحتاجش صيانة بعد كده. زي ما احنا شايفين كده درج الغسالة ده بتاع المسحوق اهم حاجة واهم جزء عندي، لانه مش المفروض ان احنا نسيبه لحد لما تترسب فيه المسحوق كده بالشكل ده. كده الباب ما كانش عايز يقفل معايا اصلا، لان زي ما احنا شايفين كده المسحوق اهو جوه المكان بتاع الدرج. فاحنا طبعا لازم نخرج الدرج ده وننضفه وننضف مكانه. بيخرج معايا بمنتهى السهولة كده، بضغط لتحت وبعدين بسحبه بيخرج معايا. هنجيب بقى فرشة تكون ناشفة شوية وندعكه كويس جدا. لو عملنا بقى كده كل فترة بنحافظ على الغسالة، بتقعد معانا اطول فترة ممكنة، ما بتحتاجش صيانة. هنا المسحوق اهو مش الترسبات بتاعته ما بتخرجش بسهولة، يعني نشف شوية عليه. فعلشان كده من المفروض ان احنا ما نسيبهاش فترة طويلة من غير التنظيف، علشان ما تتعبناش كمان واحنا بننضفها. هنخرج برضو الجزء ده. هنيجي بقى للجزء اللي هو في الغسالة، عايزين ننضف برضو الجزء ده اللي ما كانش يخلي الدرج يقفل معايا كويس. فبنفس الفرشة برضو بشيل بقى كل الكلام ده. هنحاول بقى ندخل ايدينا نعمل الجزء اللي من جوه ده برضو. هنرجع بقى ونركب الدرج بنفس الطريقة زي ما خرجناه. هنيجي بقى للغسالة بقى نفسها، للحلة بتاعة الغسالة من جوه. طبعا لازم هنعمل دورة الخل. هنحط الأول علشان برضو زي ما احنا شايفين كده الكاوتشة دي هي مش نظيفة. لازم هنحط لها الأول بيكربونات. يعني هجيب نص كوباية كده من البيكربونات، هفضيها جوه الحلة وهفضيها برضو على المكان اللي هو بتاع الباب ده. وطبعا منساش امسح الباب بتاعه الازاز ومن بره ومن جوه، وامسحها طبعا من بره كويس. كده كده احنا حاطين عليها الكفر بتاعها ده بيحافظ عليها. هنفضي كمان عليهم كوباية صغيرة من الخل من جوه كده زي ما احنا شايفينها. ده الخل بيتفاعل مع البيكربونات بينضفها لي كويس جدا. هنضيف كمان الخل في درج الغسالة في المكان اللي احنا بنحط فيه الدوني. اهو المكان الصغير ده. عندي كمان الجزء اللي انا المفروض بفكه وبنضفه، المكان اللي من جوه ده بفكه كده بالطريقة دي اهو شايفين. لازم دوت عشان ما يخليش المية بعد كده مش هتصرف من الغسالة وهتبقى فيها مشكلة. لازم ان احنا برضو ننضفه من جوه وننضف برضو البتاعة بتاعته دي علشان ما يحصلش اي مشكلة بعد كده. اهو شايفين كان فيها دبوس اهو، كان فيها حاجات كتير. هننضف بقى الجزء ده وهنقفله تاني وهنرجعها زي ما كانت. هنا بقى هنشغل على دورة الخل، هندوس على الزرارين دول مع بعض كده لمدة ثانية كده لحد لما تشتغل معايا، وبعد كده هدوس اوكي. وفي كمان حاجة مهمة، المفروض ان احنا بعد كل غسلة بنمسح المية اللي باقية على الكاوتشة اللي هي بتاعت الباب دي،
وكمان بنسيب الباب مفتوح شوية لحد لما الغسالة تنشف خالص علشان ما تعملش اي ريحة مش حلوة. وبكده خلصنا الفيديو النهاردة. لو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك، ومع السلامة.